كل اللي تعرفيه عن الجلوتين غلط 100%. بطلي تلغي العيش والمكرونه من غير سبب طبي. اللي لازم تعرفيه ان الجلوتين مش خطر الا لو جسمك فعلا عنده مشكله صحيه حقيقيه، وده زيه زي اي بروتين في الاكل. في دراسه منشوره في مجله جاسترو انترولوجي في 2017 قالت ان 97% من الناس ما عندهمش حساسيه جلوتين ومفيش اي ضرر بيحصل لهم لما بياكلوه. لكن في ناس فعلا عندهم حاجه اسمها مرض السيلياك، وده مرض مناعي بيخلي الجسم يهاجم نفسه لو دخل له جلوتين. وفي نسبه تانية عندهم حساسية جلوتين غير السيلياك، وده ممكن يسبب انتفاخ او صداع، ودي حالات نادرة جدا. بس لو جسمك سليم الجلوتين مش هيسبب لك اي مشاكل. الدراسات بتقول ان الاعراض اللي بنشوفها غالبا بتكون بسبب الامعاء الحساسة او بسبب ردة فعل مصطنعة لبعض انواع القمح، فمش بتكون بسبب الجلوتين نفسه. المفاجأة انك لما بتقطعي الجلوتين من غير سبب طبي جسمك ممكن يخسر الياف ومعادن مهمة زي الحديد وفيتامين بي، وده بيأثر على طاقتك وهضمك ومودك بالسلب. عرفيني في الكومنتات ايه اغرب حاجه سمعتيها عن الدايت الفتره اللي فاتت. انا سوريا الالفي، اخصائيه تغذيه. ما تنسيش تعملي فولو عشان تعرفي ازاي تعيشي بصحه مش مجرد بتعملي دايت.